لو انت عايز تجيب 200 من 200 في الاختبار الرياضي بتاع الكليه الحربيه او الاكاديميه العسكريه بالكليات العسكريه، لو انت عايز تقفل الاختبار الرياضي ويحصل لك تفوق رياضي عشان تزيد فرصه قبولك في الكليه العسكريه ان شاء الله، تابع معايا الفيديو ده للنهايه ونفذ اللي هقوله بالحرف الواحد هناك ان شاء الله. ولو شفت الفيديو ده قبل الاختبار الرياضي بتاعك كتير او قبل ما تقدم كمان، انزل دلوقتي حالا اعمل داونلود للفيديو ده واعمل لايك واعمل سبسكرايب اشتراك عشان تتابع السلسله الكامله بتاعه الاختبار الرياضي ان شاء الله والاختبارات التطبيقيه بالتفصيل الممل. دايما يا معلم انت بتجهز للاختبار الرياضي غلط. ليه غلط؟ انا عارف انا بقول لك ايه هو غلط، انا عارف انك بتموت نفسك وبتجيب 100 عدة ضغط و100 عدة عقله، وفي ناس تانية اصلا ما بتلعبش وما بتجهزش. بس الفكره انك بتتمرن في ظروف ملائمه او في ظروف تساعدك انك تجيب 100 عدة ضغط و100 عدة عقله، وفي ظروف تساعدك انك تلعب او تجري 100 كيلو، مش كيلو واحد او كيلو ونص. الفكره انك بتتمرن في الجيم في تكييف في مروحه او في البيت في مروحه والدنيا مطريه على قلبك خالص، عايز تشرب بتشرب، عايز بترتاح. الاختبار الرياضي بتاع الكليه العسكريه مش كده خالص. الاختبار الرياضي بتاع الكليه العسكريه بيتم في عز الصيف، بيتم في حوالي الساعه 10 الصبح في عز الشمس، بيتم مع زمايلك في وسط العرق وملزقين في بعض، فالدنيا هتبقى صعبه عليك حبتين. مش سهل انك تشرب ميه كتير، مش هيبقى معاك ازازه ميه تقعد مطرح ما بتشرب، لا الموضوع هيبقى صعب شويه. فنصيحتي ليك من اخ لاخوه، وانا مجرب مع الطلبه اللي كانت بتقدم معايا ان شاء الله السنه اللي فاتت اللي كانوا بيتاهلوا معايا عسكري، والحمد لله في طلبه اتقبلت وفي طلبه برضه ربنا ما وفقهاش. انك بتتمرن او انصحك انك تتمرن في الجيم عادي زي ما انت عايز، زي ما انت ماشي، او في البيت زي ما انت ماشي، وتخصص يومين لثلاث ايام في المضمار او الملعب 11، او تتمرن في اي حته تكون فيها شمس. وانا ارجح الاستاد بتاع المدينه بتاعتك او مركز الشباب بتاع المدينه بتاعتك غالبا هيكون فيه ملعب او تراك ممكن تلعب عليه، او ممكن تلعب تجيب العدات العقله وعدات الضغط هناك، او انك تجري المسافه بتاعت ال 1500 متر تتمرن عليها هناك في عز الشمس، لانك انت اللي هناك في عز الشمس فلازم تتمرن في نفس الظروف اللي انت هتختبر فيها، فاهمني؟ بس مبدئيا ده مبدئيا يعني. ندخل بقى في الاختبارات، فركز معايا في اللي هقوله لك ده. انا ان شاء الله في الفيديو ده هقول لك من اول ما تنزل من الميكروباص لحد ما تخرج من الكليه الحربيه ان شاء الله. يعني انت داخل الكليه الحربيه وهساعدك لما انت تخرج من الكليه الحربيه. في اليوم الاختبار الرياضي بتاعك، مبدئيا الاختبار الرياضي بتاعك بيبقى ثالث اختبار، يعني بعد السمات وبعد الطبي بيبقى ثالث اختبار. الاختبار الرياضي بتاعك بتروح بيبقى معاك لبس رياضي، كوتش مريح لرجلك، وانا ارجح يكون كوتش طب رياضي. لازم تكون معاك شورت ولازم يكون معاك مايو عشان قفزه الثقه لو انت هتعوم برضه سباحه او لا. لازم يكون معاك كوتش رياضي زي ما انا قلت لك، ولازم يكون معاك ازازه ميه احتياطي وتكون ساقعه شويه او تكون متلجه لانها هي هتسيح جوه فتبقى ساقعه عليك شويه، او تطر على قلبك يعني وتدلع نفسك كده. مبدئيا انت بتخش الكليه الحربيه بيقعدوك في المظله او بيقعدوك في الشمس مطرح ما تقعد بقى. المهم لاول حاجه غالبا بتبدا بقفزه الثقه او ممكن تنهي بيها. المهم ان انا هقول لك الاختبارات، الترتيب ده بتاع ربنا بقى هناك، ممكن يتغير ممكن لا، بس انا هقول لك الاختبارات نفسها. قفزه الثقه بتتم على ارتفاع 7.5 متر، في ناس بتقول لك ان هو بيتم على ارتفاع 10 متر، وفي ناس بتقول لك ان هم بينطوك من فوق الكوبري. الكلام ده كله هبد، مفيش حاجه اسمها كده. اللي قفزه الثقه في الكليات العسكريه او في كليه الشرطه بتتم على ارتفاع 7.5 متر فقط، اللي هو غالبا دور ونص. بتتم على ارتفاع 7.5. القائد او العسكري اللي تحت او الضابط اللي تحت بيقول لك بياناتك، بتقول له بياناتك ورقم رقم القيد بتاعك، بعديها بيقول لك اقفز او انطلق او نط. غالبا بتكون كلمه اقفز. اول لما يقول لك اقفز يا معلم انت بتستشهد وبتنط، بتستشهد وبتنط، مفيش حل تاني، ما تفكرش، نط. لازم تنط مسمار. يعني ايه مسمار؟ يعني ايدك بتكون جنبك ورجلك تكون لازقه ببعضها عشان لو فتحت رجلك هتزعل. انت فهمتني؟ لو فتحت رجلك ونزلت في الميه كده هتزعل قوي كمان يعني. فخلي رجلك كده وايدك تخليها جنبك، ايدك تخليها جنبك بالشكل اللي انا فيه ده دلوقتي، وتنزل مسمار. ده بالنسبه لقفزه الثقه. ما تفتحش رجلك، هتزعل، واقسم بالله والله العظيم هتزعل. لو انت فتحت رجلك كده هتنزل تزعل، هتاخد كرباج في حته كده وحشه هتزعلك. ده اول اختبار. تاني اختبار هتروح على السباحه، مش شرط بالترتيب ها. هتروح على السباحه وما هينقوا الاول الناس اللي بتعرف تعوم، والناس اللي ما بتعرفش تعوم هيركنوها على جنب، تخش الاختبار ده اللي بعدها. مبدئيا انت لو عايز الكليه البحريه لازم تكون بتعرف تعوم، لازم. ما ينفعش تطلع ضابط بحري وانت ما بتعرفش تعوم، لازم تكون بتعرف تعوم لو انت هتقدم الكليه البحريه لازم. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي كده معايا. الكليه لازم حمام السباحه بيكون بعرضه 50 متر طوله 50 متر وعرضه 25 متر. طوله ب 20 درجه وعرضه 10 درجات.
لو انت عايز تعوم بالطول عوم، لو عايز تعوم بالعرض عوم، المهم لو انت تكون بتعرف تعوم. لو انت عمت 50 متر بتاخد ال 20 درجه، لو انت عمت ب 25 متر بتاخد ال 10 درجات بتوعك. ده بالنسبه للسباحه. لو انت ما بتعرفش تعوم مش عادي، مش مهم، ما بتعرفش تعوم عادي، بتخش على الاختبار اللي بعده. نيجي للاختبار اللي بعده، هو ال 1500 متر. ال 1500 متر دول اللي انا قلت لك لازم تتمرن عليهم في ال البتاع المضمار بتاعك او الاستاد بتاعك. 1500 متر، 1500 متر يعني كيلو ونص. مش شرط تجريهم كلهم سبرنت، مش شرط، بس هو غالبا في زمن، مش غالبا، هو ده اللي بيحصل في زمن اول وفي زمن تاني وفي زمن تالت. لازم مش تسبق زمايلك، لازم تتارجت في دماغك انك توزعها بطريقه ما كده، انك توزع طاقتك على 1500 متر عشان ما تضربش سبرنت كده مره واحده زي الفاد وتيجي في الاخر تشحر. لا، وزع طاقتك كده يا معلم، وانا انصحك انك تبدا على الهادي وتنهي بالسبرنت. ده بالنسبه ل 1500 متر. ال 100 متر بقى دي مشكله شويه، لان ال 100 متر لازم تتم في 14 ثانيه، وكل ما تزيد ثانيه كل ما بتقل درجاتك. لو فوق 18 متر، لو فوق 18 ثانيه درجاتك بتنتهي، واكنك ما اتمرنتش ال 100 متر اصلا او ما لعبتش ال 100 متر اصلا. بتاخد صفر يعني لو انت جبت ال 100 متر في فوق ال 18 ثانيه. لازم تتم ال 100 متر على 14 ثانيه. ده بالنسبه لل 100 متر. 100 متر سبرنت تجري، اول ما يقول لك انطلق تجري، تستبعد، تنسى كل حاجه، تنسى مشاكلك، تنسى اصحابك، تنسى اهلك، اجري ال 100 متر. ال 100 متر لازم تاخدها سبرنت تجري، لان درجاتها عليها درجات محترمه برضه. الاختبار اللي بعد كده هو العقده اللي مسببه الناس كلها مشاكل ورعب الطلبه، هي العقله المطلوب منك في الكليات العسكريه 10 عدات عقله. ونصيحتي ليك ان انت تجيب فوق ال 10 عدات كمان. هو انت جبت 10 عدات هيكتب لك 40 درجه، جبت فوق ال 10 عدات، جبت 100 عده هيكتب لك 40 درجه. بس الفكره بقى انك في الهيئه ان شاء الله لما تخش هيئه بيبقى قدامهم الكشف الرياضي بتاعك او الملف الرياضي بتاعك، بيبقى باين ان الطالب ده جاب 40 عده عقله او 10 عدات او 20 عده عقله. انت كده كده هتاخد ال 40 درجه، بس هيحصل لك ميزه، هيحصل لك نجمه، فاهمني؟ خليك صايع كده. انت جبت 10 عدات عقله هتاخد ال 40 درجه، بس لو جبت 15 هتاخد ال 40 درجه برضه، بس في الاخر هيبقى ليك زقه كده، فاهمني؟ فحاول انك تجيب فوق العدات العقله بتاعتك او فوق عدات الضغط بتوعك. 10 عدات عقله ب 40 درجه. بتروح على اختبار البطن، 40 عدة بطن في دقيقة ونص. لازم تجيبهم في دقيقة ونص، 90 ثانية، لازم تجيبهم في 90 ثانية. 40 عدة بطن بتعمل ايدك كده وكوعك بيعدي الركبة، يعني انت بتتني ركبتك، كوعك بيعدي الركبة، لازم يعدي الركبة، لازم. ده بالنسبة لاختبار البطن عليه 40 درجة. اختبار الضغط 40 ضغط، 40 ضغط ب 40 درجة، لازم برضو بيتموا غالبا في دقيقة ونص ان شاء الله. الاختبارات دي كلها يا جدعان لازم تتمرن عليها من دلوقتي. ما تقولش انا امتحنت ثانوية عامة، انا عارف انت في ثانوية عامة وطالع عينك، انا عارف، انا مقدر، بس الفكرة برضو انك لو عايز تتعب على حلمك في الكلية الحربية او كلية الشرطة، انا كلامي كله في الفيديو ده عن الكلية الحربية. لازم لو انت بتتعب على حلمك لازم تقتل نفسك، هات اخرك، موت، اتقتل، ماليش فيه، لازم تتمرن على الاختبار ده من دلوقتي، فاهمني؟ قدامك 8 اختبارات نعيدهم من الاول تاني. قفزه الثقه، قفزه الثقه دي مش اختبار، انا بعتبرها حياه او موت. لو انت ما نطيتش بتخسر، خلاص جيم اوفر يا معلم. السنه الجايه بقى هستنى السنه الجايه. لو ما نطيتش قفزه الثقه بتروح لبلدكم، لازم تنط قفزه الثقه. قفزه الثقه، ال 40 عدة ضغط، ال 40 عدة بطن، ال 10 عدات عقله، اللهم صل على النبي، ال 1500 متر، ال 100 متر. السباحه عرضة المتوازي. ايه عرضة المتوازي بقى اللي انا ما قلتلكش عليها دي؟ دي اختبار تافه كده سهل ممكن تعدي عليه. هو مش تافه، هو في ناس ما بيحصل لها ان بالانس كده، يعني عدم توازن في الجسم، فممكن تقع، ممكن تخسر في الاختبار ده. هو عباره عن عصايه كده بتنط، بتمشي يعني، بتطلع عليها من هنا كده وتقوم ماشي عليها كده وبتنزل، بس الموضوع خلص. يعني المفروض ما تقعش، فاهمني؟ بس ايه الموضوع ده كده. الاختبار الرياضي ده كله عليه 200 درجه. جبت 99 من 200 بتسقط، جبت 100 من 200 بتنجح. لازم تجيب 100 من 200 على الاقل حاجه. طب انت عايز تقدم الكليه الحربيه وعايز يبقى ليك الفرصه، عايز فرصه قبولك تزيد، هتجيب 100 من 200؟ لا، هتجيب 200 من 200. هتجيب 200 من 200، حط في بالك 200 من 200. ما تقولش انا عايز اجيب 100 من 200 وانجح واعدي، مفيش الكلام ده. في كشف الهيئه انت محتاج كل درجه، كل درجه محتاجها في كشف الهيئه. على سبيل المثال، انا طولت عليك في الفيديو ده. على سبيل المثال، انت جبت مجموع 90%، صاحبك جاب مجموع 90%، هو جاب مجموع رياضي 150 من 200، انت جبت مجموع رياضي 180 من 200. هتختار مين؟ انت كمدير كليه حربيه هتختار مين؟ اكيد انت.
انت جايب قده في المجموعه الثانويه عامه، بس جايب اعلى منه في الاختبار الرياضي ب 30 درجه. فهو ده الفيصل، هو ده الفيصل اللي بيفصل بين الطلبه اللي بتقدم الاختبار الرياضي والاختبار ومجموعه الثانويه عامه. درجات يا معلم، انت داخل تلم درجات، داخل تلم درجات، انت في منافسه شريفه داخل تلم درجات. حط في بالك، ولا واسطه ولا مش واسطه، اعمل اللي عليك وربنا يوفقك. حط في بالك انك داخل تجيب 200 من 220 من 200. طب تيجي تقول لي ايه كنتش احمد 220 دي؟ بص، انت لو بطل من صغرك وليك بطوله دوليه بتاخد 20 درجه، لو ليك بطوله جمهوريه بتاخد 15 درجه او 10 درجات، مش فاكر بالظبط، بس انت بتاخد الدرجات دي. فلازم تتمرن من دلوقتي. لو انت مش بطل من صغرك، انت لو بطل من صغرك مش في الكلام ده، مش ليك اصلا، انت كده كده بتتمرن. بس انت لو مش متعود على التمرين، لازم تتمرن من دلوقتي، لازم تتمرن من دلوقتي. طيب تيجي ترجع وتيجي تقول لي طب انا مش عارف اتمرن في البيت ازاي؟ بص، هو ده مش اعلان، بس انا ممكن تشترك معايا تدريب اونلاين عسكري. التفاصيل بتاعته هتبعت لي على الانستجرام. بس الاوفر ده انا عامله لطلبه الكليات، الطلبه اللي بتقدم كليات عسكريه بس، الطلبه اللي بتقدم ثانويه عامه بس، ده الاوفر ده ليهم. فاهمني؟ طب ايه هو الاوفر؟ بيتعمل لك برنامج غذائي او برنامج تدريبي شامل ليك انت بس، مخصوص ليك انت بس. ده عن طريق بتبعت لي انبادي، عن طريق ان انا ببعت لك اسئله في اول الاشتراك ان شاء الله. ببعت لك اسئله عباره عن بي دي اف خاص بالنيوتريشن، التغذيه، بي دي اف خاص بالتمارين. الاثنين البي دي اف دول فيهم اسئله عن نظام يومك ماشي ازاي بين الدروس، بين الجامعه، بين الحاجات دي كلها. وبناء عليه بيتم عمل برنامج تدريبي عسكري. مش برنامج تدريبي عسكري، برنامج تدريبي يأهلك للكليات العسكريه، يطورك من عدات العقله، يطورك من عدات الضغط، يظبط الشيب بتاعك، يظبط لك الوزن المثالي. كل ده انا عامل العرض ده لطلبه الكليات العسكريه فقط، للطلبه اللي هتقدم كليات عسكريه وكليه الشرطه، كدعم مني ليهم في ظل غلاء الاسعار ده. الاوفر ده ب 300 جنيه للشهر الواحد. ولو انت كتبت في الكومنتات كلمه مهتم 23 وكنت عامل اشتراك ليا على السوشيال ميديا بتاعتي، بتاخد خصم 10%، يعني 270 جنيه للشهر الواحد. لو انت عايز، انا رقمي تحت هكتبه في الديسكربشن وفي اول كومنت. اكتب لي في الكومنتات كلمه مهتم 23 واعمل لي اشتراك على السوشيال ميديا بتاعتي، الانستجرام والتيك توك واليوتيوب، وهتاخد خصم 10%. ده الشهر الواحد. بالنسبه للثلاث شهور هيبقوا ب 700 جنيه بدلا من 1500. 700 جنيه 3 شهور من اول دلوقتي لحد ما تخلص ان شاء الله، او يتم قبولك في الكليه العسكريه. هكون مهتم بيك من المعلومات او تمارين ان شاء الله تاهلك للكليات العسكريه، او تاهلك انك تجيب الفول مارك في الاختبارات الرياضي اللي بتاع الكليه العسكريه، سواء الاختبار الرياضي الاول او الرياضي المتقدم. طولت عليكم في الفيديو ده يا ابطال، بس صدقني انا عايز مصلحتك، لان انا كنت برضو فتره من فترات حياتي كنت زيك، فانا عارف انت بتمر في ايه، وعارف دماغك دي شغاله في ايه. فانا بتكلم في بحرقه شويه في الفيديوهات، ممكن اكون عشان خايف عليك برضو. فقدرني وقدر تعبي، اللي انا بقالي ربع ساعه بتكلم بس ما بفصلش، والفيديو ده مش وهينزل من غير مونتاج، غالبا هينزل من غير مونتاج. فانزل دلوقتي حالا اكتب لي في الكومنتات كلمه مهتم 23، او اكتب لي الاختبار الرياضي اللي انت عايزه، او اكتب لي او الاختبار الطبي اللي انت عايزه، وانا ان شاء الله ارد عليكم في الكومنتات كلها. وانتظر السلسله الجايه ان شاء الله. مش هخليك محتاج حاجه، حرفيا مش هخليك محتاج حاجه من ابره للصاروخ بالبلدي كده زي ما بنقول، من اول كشف السمات لحد كشف الهيئه ان شاء الله، ومصاريف كشف الهيئه او مصاريف القبول في الكليات العسكريه وكليه الشرطه. بس كده يا ابطال، طولت عليكم. ما تنسوش تنزل تحت تعمل لي اشتراك، ما تنساش تعمل لي اشتراك ياض، قدر تعبي جدا. بس الموضوع خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.